شُفت كل الهيصة والزمبليطة اللي إحنا عاملينها طول السنة دي متوقفة على شهر 4. تخيّل! شهر 4 ممكن يبقى شهر الفرج على الزملكاوية وحسم الدوري والصعود لنهائي الكونفدرالية، أو ممكن نبقى كدبة إبريل، والله أعلم. تعالَ أقول لك على مطوشة الزمالك في شهر 4 والحمد لله. يعني أنا كنت خايف اللي هم الماتشين بتوع الكونفدرالية بتوع شباب بلوزداد يبقوا حاشرينهم والمدة تبقى قليلة ونرجع نلعب يومين والجو ده، بس يعني الحمد لله في مساحة، في مساحة. معاك 6 مطوشة في شهر لحد 1/5 بالضبط، من 6/4 ل1/5 ماتش الأهلي تكسبهم تاخد الدوري، تكسبهم تروح نهائي الكونفدرالية. كل ما اللي أنت عملته طول الموسم وتعبك ومجهودك متوقف على شهر واحد تبقى مركّز فيه، شهر واحد تموّت نفسك فيه، شهر واحد يعني التركيز وكل حاجة موجودة تقدر تطلّعها في الكورة تطلّعها، هتحسم بطولتين مهمين جدًا، جدًا، جدًا. هنبتدي يوم 6/4 بماتش المصري، هنروح نلعب المصري في برج العرب، لأن هو لعبك هنا لمّا كسبته 3-1 فهتروح تلعبوا الماتش اللي جاي، هيبقى هناك في برج العرب. بعد كده شباب بلوزداد هتطلع تلعبها، هتروح هناك يوم 12/4 ودي حاجة ميزة عاجباني جدًا، الحمد لله ربنا كارمنا بيها السنة دي، اللي أنا بالعب الماتش التاني هنا. الماتش أبقى عارف أنا عايز إيه، بيبقى هنا وسط الجمهور ووسط الدنيا، فالحمد لله يعني. وطبعًا بخروج الوداد فهيبقى متيسّرة أكتر، وربنا يكرم يعني إن شاء الله. بعد كده هترجع تلعبهم هنا يوم 19/4 بعديها بأسبوع. بعد كده بقى تبتدي أهم 3 مُطوشة في الموسم كلّه، يعني برضه أنت كزمالك تحس إن الحمد لله، الحمد لله الله أكبر يعني متيسّرة لك، اللي أنا قابلت المصري أدي الأول، فاضل كده ال5 مُطوشة بتوع الدوري تمام، لعبت الكونفدرالية وركنت، نرجع بقى للدوري، 3 مُطوشة كسبتهم، أنا حسمت الدوري بنسبة 99% حرفيًا. هتلاعب بيراميدز يوم 23/4 بعد بلوزداد ب4 أيام، بس أنت هتبقى كده بتلعب بلوزداد دي في القاهرة، فمش هيبقى في سفر والقصة دي، فمعاك 4 أيام. بعديها ب4 أيام يوم 27/4 هتلاعب إنبي، ماتش يمكن ده أسهلهم، اللي أنا أصلًا خسران منه فاهم، شايفه ممكن يبقى ده أسهلهم يعني فاهم. بعد كده هتقابل الأهلي يوم 1/5 يوم عيد العمال. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يعني لو كسبنا المطوشة دي، أنت خلاص يا باشا أنت كده تمام، تمام. دوري، نهائي أفريقيا، ب ب ب خلاص هيبقى فاضل لك صحيح لسه ماتشين في الدوري وما اتحسمش زي ما قُلت لك هو 99% بس أنا خلصت من بيراميدز والأهلي، بخلاف بقى اللي أنا مش خسرتهم، الماتش ساعتها ده بيبقى ب6 نقط مش ب3، أنت وقّفت وطلعت 3، يعني كسبت بيراميدز هابقى أنا فوقيه ب3، الأهلي هابقى فوقيه ب6، بخلاف لو هم وقعوا في أي حاجة من المطوشة بقى، ما هو ده هيقابل سيراميكا وده هيقابل البنك والمصري الله أعلم. بس أنا شايفها إن شاء الله، إن شاء الله محتاجة تركيز، محتاجة شغل من معتمد جمال، الحمد لله اللي في لعيبة ما راحتش المنتخب، أنا كنت متضايق بس سبحان الله يعني رُب ضارةٍ نافعة، والله العظيم. محمد إسماعيل، شحاتة، محمد إبراهيم، أكتر 3 كنت يعني زعلان اللي هم ما راحوش، فعلًا يمكن دي بتبقى فايدة، اللي هم يبقوا الحمد لله ما حدش فيهم كان ممكن يتصاب، ما حدش فيهم كان يحصل له حاجة، وتبقى أنت فعلًا محتاجه جدًا خصوصًا شهر 4، شهر 4 شهر يعني السنة كلّها وتعبك كلّه متوقف على شهر واحد تبقى مدّي كل اهتمامك بتركيزك، وقّف خروجاتك، وقّف سهرك، وقّف نزولك، وقّف طلوعك، وقّف خروجات، وقّف كل حاجة، كل حاجة تُقف الشهر ده، الشهر ده تركيز بس، كورة بس، صدّقني هتاخد الدوري إن شاء الله، إن شاء الله تاخد الكونفدرالية. لو أول مرّة تشوفني ما تنساش تعمل لي follow وقُل لي رأيك في الكومنتات، وأحلى مسا عليك، سلام عليكم.